انا مؤمن جدا بقى ان الحاجه اللي ممكن تقوم جواز مظبوط ان الراجل ومراته يبقوا اصدقاء. دي الحاجه اللي ممكن تقومها. ده بيج تايم، ده مليون ده في المية. كده. يعني الأصدقاء لو الراجل والست أصدقاء، العلاقة دي ممكن إنها تكمل كويس ده جدا. حقيقة. أنا عاجبني إن حضرتك جبت سيرة الصداقة بين الزوج وزوجته، لأن أنا بشوفها دي الأساس. يعني فعلا دي اللي بتبقى أوي بعد 10 أوي. السنين وبعد الولاد ما بتكبر وتسيب البيت وتتجوز ويبقى هم خلاص قاعدين مع بعض لوحدهم في البيت. فبحس إن هم لو مش أصحاب بيحصل، حتى دايما الناس تستغرب إن بيحصل مثلا انفصال والناس والزوج وزوجة في سن كبير. فالناس تستغرب بس يقول لك ما خلاص هم، لا، هو غالبا ما كانش في صداقة من زمان وخلصوا المهمة أو الميشن بتاعتهم بتاعت تربية الأولاد، وجي وقت بقى الصداقة إنها تبقى ليها دور في حياتهم ويقدروا يكملوا مع بعض، وما فيش صداقة ما بيبستوش مع بعض، ما بيضحكوش على نكت بعض. صراحة أنا بقول ده، حتى عايزة لو حد صغير بيسمعنا مقبل على الجواز، أنا بقول لهم حاولوا يعني تاخدوا حد يكون بيضحكوا وانتوا بتضحكوه. أنا بس بشوف مش إن هو يعني. الفريندشيب ده والصداقة بين الراجل والست من أكتر الحاجات اللي ممكن تحافظ على الجواز إن هو يفضل مكمل، لأنه ما بقاش أنا على طول حاسس إن أنا قاعد مع مراتي وهي قاعدة مع جوزها. على فكرة أنا محتاج أقعد مع بنقعد كصحاب. والصحاب دول كمان خلي بالك، أنا صاحبي ببقى عايز أحكي له كل حاجة، وببقى حريص إن أنا ما فيش حاجة أبقى عايز أخبيها منه، فبيبقى بيخلي فيها نوع شوية برضو إلى حد كبير من الصدق. يعني ده أساس قوة أي علاقة. ده الحقيقة، وأنا مبسوطة إن حضرتك أكدت عليه دي النهاردة. نقطة مهمة أوي.